معانا ميدو. طب يلا، صباح الخير يا ميدو. صباح الفل يا كابتن مجدي. سبت بالعافيه امبارح يا ميدو. الحمد لله. بتضحك. صباح الفل يا كابتن. احنا عايزين جوان يا ميدو، اهداف وقصص وحكايات. احنا كنا بنلعب فريق محترم جدا. وحي كابتن خالد على الفريق اللي عمله لطنطا. ويعني اهل طنطا لازم يبقوا فخورين بفريقهم، لان فريق فعلا محترم، هيبقى من الفرق المحترمه في الدور الثاني. وانا بشكر اللعيبه وسعيد جدا بالمستوى والاداء اللي وادي دجله قدمه. فرق شاسع بين الدور الاول والدور الثاني. الحمد لله امبارح يعني كان في فرق كبير جدا في المستوى. استفدت من التوقف يا ميدو ده اللي حصل؟ طبعا يا كابتن، احنا عملنا فتره اعداد يعني محترمه في التوقف. استفدنا منها كويس جدا الحمد لله. لعيبتنا كلها، كل اللعيبه بلا استثناء لغايه الدقيقه 120 امبارح مفيش حد يعني وقف. كل الناس يعني فرق في المستوى البدني كبير جدا من الدور الاول وبين دلوقتي، وده هيزيد كمان مع المباريات بعد ما نخش في 3-4 مباريات في الدور الثاني. زي ما انت عارف يا كابتن مجدي، احنا خسرنا لعيبه مهمه جدا في فتره الانتقالات زي ديارة وابراهيم عبد الخالق ورجب نبيل. ولكن الحمد لله يعني عدينا بعض اللعيبه اللي ما كانش ليهم وجود في الدور الاول، عديناهم بشكل جيد الحمد لله. يعني منظر فرقه وادي دجله زي مين يا ميدو؟ ادينا امثله بعد اذنك. يعني الحمد لله امبارح مصطفى طلعت بيظهر لعيب مختلف فت. علاء علي بيظهر لعيب مختلف فت. يوسف اوباما بيظهر لعيب مختلف فت. امبارح اشركنا محمود مرعي قلب دفاع منتخب الشباب اللي عمره 18 سنه، بس اشركناه في ال 120 دقيقه وكان واحد من افضل لاعبي المباراه. تعاقدنا مع لعيب اسمه ديفيد من غانا. امبارح كان مان اوف ذا ماتش، كان افضل لاعب في المباراه. فالحمد لله يعني اشتغلنا بشكل كويس جدا في الشتاء في فتره الانتقالات. وامبارح يعني الشوط الثاني والثالث والرابع سيدنا المباراه تماما. كان ممكن ان احنا نحرز 3-4 اهداف، لكن الحمد لله ربنا كرمنا بهدف حسام عرفات في نهايه المباراه. مبسوط بشغلك في وادي دجله ميدو، وحاسس باحترافيه في الاداره واحترافيه في المعامله واحترافيه في الاداء، ولا طبعا في فرق؟ ها مش موضوع في فرق، يعني مش عايز اقارن حته بحته، لكن لا ما بنقارنش، احنا بنسال ان في فرق في احترافيه الناس اللي هناك. يعني اداره وادي دجله اداره محترمه وكلهم بلا استثناء، وماجد سامي خاصه طبعا راجل بيدعمني دائما. حتى في الاوقات الصعبه كان مدعم ليا بشكل كبير. احنا شغالين بشكل معين وبفلسفه معينه ان احنا بندي فرصه للعيبه الصغيره، وان احنا مؤمنين دلوقتي ان احنا لازم على الاقل 25% من بادجت فرقه الكوره يطلع عن طريق بيع اللعيبه اللي احنا نقدر نستثمر فيهم بشكل جيد. عشان كده ابتدينا نشتغلنا في الشتاء، سواء كان ديارة سواء كان رجب نبيل وكريم ممدوح كان رايح ناشونال ماديرا، لكن الديل توقف في اخر يوم في الترانسفير. وبدايه من الصيف الجاي هنبتدي نشتغل بنفس الكلام، بس ده بيتطلب مننا مجهود كبير جدا ان احنا دايما نحضر بدايل ودايما نشتغل على اللعيبه الصغيره، ان لو لعيب كبير مشي وجاله العرض المناسب ان احنا نقدر يكون عندنا البدايل اللي عندها خبرات واللي هي اشتغلت عندها وعي تكتيكي وجاهزه بدنيا ان هي تشارك في الدوري الممتاز. كل ده احنا شغالين عليه الفتره اللي فاتت، وبنبتدي نحضر البدائل بتاعتنا تحسبا لاي ظروف. والحمد لله يعني منظر الفرقه كابتن مجدي لو اتفرجت امبارح يعني الحمد لله يعني انا فخور بيهم. انت راضي عن اداء راضي بشكل كبير. يعني الناس على فكره فرقه طنطا اللي احنا كسبناها امبارح الاهلي كسبها بضربه جزاء والزمالك كسبها بضربه جزاء. فرقه صعبه. لو كانت لسه في البدايه كمان لسه ما كانتش وصلت للفورمه العاليه دي. والله ما شاء الله يعني الكابتن خالد عيد عامل مجهود معاهم كبير، والفرقه فعلا فرقه محترمه. وطنطا كسبتك في الدوري. كانت كسبانك في الدور الاول طبعا. طب ميدو هنخش على مشكله شيكابالا يا ميدو، وانت قريب من شيكابالا. قول لنا بقى القول الفصل يا ميدو، ايه القصه بقى؟ يعني مش فاهم انا. لا طبعا يعني انا طبعا بدايه ماليش ان انا اتكلم في موضوع شيكابالا، انا راجل بره. لا انت بتتكلم كزملكاوي وكراجل متابع. يعني بص انا اتكلمت امبارح، كنت اتكلمت مع كابتن شوبير وباكد الكلام تاني مع حضرتك. اتمنى ان يعني بعد ماتش الاهلي يعدي على خير ان شاء الله. مستشار مرتضى منصور انا عارف ان هو بيبص للعيبه كلهم كأب قبل ما يكون رئيس نادي. وانا بقول للمستشار مرتضى منصور رساله، وانا على تواصل دائم مع شيكابالا.
شيكابالا اتطور في حاجات كتيره جدا على مستوى الشخصيه وعلى مستوى القياده وعلى مستوى تحمل المسؤوليه. وباكد له ان شيكابالا ما كانش بيتمارض، وان هو فعلا كان مريض في الوقت اللي هو قال ان هو مريض، وفعلا كان خد حقنه غلط سببت له التورم وراح عمل عمليه في المستشفى. وانا كلمته وهو في المستشفى. يعني لو في وقت شيكابالا بيتدلع فيه، او هو لسه بيتدلع في التوقيت ده من عمره وهو عنده 30 سنه او 31 سنه، انا اول واحد اقول للمستشار مرتضى منصور لا، من مصلحه الزمالك خلاص الراجل ده ما بيتحملش المسؤوليه. لكن صدقني ان شيكابالا في هذا الموقف مظلوم. خلي بالك مش بتكلم على ضمه لمباراه السوبر ولا لا، انا بالعكس. يعني انت بعد العاطفه، منحي العاطفه جانبا، طبعا انا بتتكلم بعقلك دلوقتي. طبعا انا ما بتكلمش على فكره من استبعاده من مباراه السوبر، لا عادي استبعد من مباراه السوبر. اما هو هيلعب ازاي وهو عيان وكان في المستشفى واخد حقنه غلط وورمان؟ مش هيقدر يلعب اصلا يعني. مش جاهز فنيا، في لعيبه اجهز منه، مدرب عايز يحقق العداله في الفريق، حاجات كتيره جدا. يعني هو ابتعاده عن مباراه السوبر ده امر طبيعي نتيجه الظروف اللي حصلت له اللي انت بتؤكد انها صحيحه. بالظبط. انا ما بتكلمش على مباراه السوبر ولا انا بتكلم في العموم. يعني ان انا واثق ان المستشار مرتضى يعني ان هو هيعيد التفكير في امر شيكابالا، خاصه لما يتاكد ان هو مظلوم. لان انا عارف ان مرتضى منصور الحته بتاعت الظلم والكلام ده هو بيفكر فيها يعني مليون مره. يعني ان حد ان يكون ولد صغير، مش ولد صغير يعني، بس واحد شاب من ولاده زي دور ولاده، ان هو يكون الكلام اللي اتقال عليه ظلم. طيب انت شايف مباراة السوبر ايه المستوى ممكن وايه اللي انت شايفه؟ فرقتين قريبين جدا فنيا جدا على المستوى الفردي، ولكن جماعيا الاهلي منظمين بشكل اكبر. وده اتمنى ان يكون يعني الكابتن محمد حلمي يشتغل عليه في الفتره الاخيره. ان شاء الله نشوف ماتش حلو كده نفخر بيه زي المباراه اللي كانت يعني في السوبر الاولانيه. كان يعني منظر الجمهور يفرح، والمره دي ان شاء الله اللعيبه تبقى على قدر المسؤوليه بشكل اكبر، ما يبقاش في مشاكل ولا حاجه. ان شاء الله المباراه تخرج على خير. يعني توقعاتك ايه يا ميدو؟ الفنيه سيبك، نحي قلبك جانبا. لا كتوقعاتي كنتيجه يعني. كنتيجه فنيا ان شاء الله الزمالك يكسب. حطيت برضو لا بص، وانت بتتكلم لا 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 اصل وانت بتتكلم، بص ما انا فاهمك. حرام عليك يا ميدو، وانت بتتكلم قمت فكرت وبعد كده عملت ازاي؟ ان شاء الله لا قمت يا ميدو حطيت قلبك يا ابني، ملهاش دعوه دي، والله والله بكلمك بجد. قمت راح واخد قلبك قمت حاطه في عقلك وانت بتقول دي صح، حصل ولا لا؟ لا الفرقتين قريبين جدا. انت قلت ده، انا بقول لك مين يكسب، قمت انت رايح شايل قلبك بقى وحطيته في عقلك. مش لازم لا انا عايز منطق والله. حرام عليك انت عضو مجلس اداره اتحاد. طب قول لي بالمنطق، والله لو قلت قلت لي منطقيا الزمالك يكسب هسكت. حرام عليك انت عضو مجلس اداره. طب قول لي منطقيا، بالمنطق وعقلك الزمالك هيكسب؟ ماتش يخلص ضربات جزاء. طيب اذا انا بقول لك شفت، يبقى انا فاهمك ولا مش فاهمك؟ انا بقول لك الماتش يخلص ضربات جزاء. ماشي خلاص، يبقى ميدو ضربات جزاء. بص يا ميدو، لو خلص الماتش ضربات جزاء هنحطك في الاسماء اللي في الاسماء وهنجيب لك تيشيرت اصلي كابتن. لو خلص الماتش ضربات جزاء حطني في واحد من اللي هيشوط ضربات. فاكر يا ميدو لما اديتني تيشيرت توتنهام؟ عندي يوسف بيلبسه لحد النهارده، يوسف ابني بيلبسه لحد النهارده. ربنا يخليه لك. والله يا ميدو انت بني ادم جميل وشخصيه انا بعتز بيها وبصداقتها في الحقيقه. واللي يعرفك عن قرب يعرف انك انسان جميل ومحترم، ويعني فيك مميزات كتيره جدا يا ميدو. والله اشكرك يا كابتن، انا بفخر بيك يا كابتن. والله يا ميدو صحيح يعني، وربنا يوفقك يا رب دايما. ونجم كبير زيك كان في كرة القدم عايزينه يا رب ان شاء الله يبقى نجم كبير في التدريب. بس ركز يا ميدو بقى، يعني عايزينك تركز، وبعدين تطلع، انت مطلع يعني تسافر بقى شوية، تحضر لك حاجة في بايرن ميونخ، عشان عايزينك ترجع بقوة، عشان برضو مين عارف ما يمكن تفيد منتخب مصر في المستقبل يا ميدو.
ان شاء الله. شكرا يا استاذ مجدي. ربنا شكراً. يوفقك يا حبيبي. صباح الفل. بشكرك صباحك زي الجميل.